بسم الله الرحمن الرحيم. درس رقم 2 في الكهرباء. هنتكلم النهاردة على قواطع الدايرة اللي هي سيركت بريكرز. قاطع الدايرة هو من أحد وسائل الحماية العامة، وهو عبارة عن مفتاح أوتوماتيكي. عندي حالتين: في حالة التشغيل العادي اللي هي حالة التوصيل بيكون موصل ويتم فصل الدايرة يدويا، يبقى في حالة التشغيل العادي أو تشغيل طبيعي أقدر أوصله وأفصله يدويا. طب نيجي بقى في حالة الفصل نفسها، في حالة اللي هي في حالة التشغيل الغير عادي اللي هي حالة الفصل، عند زيادة شدة التيار عن الحد المسموح به بيتم فصله أوتوماتيكي. يعني لو حصلت مشكلة أوتوماتيكيا هو هيفصل. طب في ملحوظة اهوت لازم نتذكرها، بيقول لي ايه؟ توصيلة القاطع تكون على التوالي في الدايرة. كلام ممتاز. يعني معنى الكلام ايه؟ اي حاجة زي ما احنا عارفين، اي حاجة بتتحكم في الدايرة لازم تتوصل توالي. ما انا عندي القواطع دلوقتي بتتحكم. بتتحكم ازاي؟ ما انا عندي لما الحمل بيزيد المطلوب منها اللي هي تفصل الدايرة، يبقى هي بتتحكم في الدايرة ولا ما بتتحكمش؟ بتتحكم. عشان كده لازم تتوصل ايه؟ لازم تتوصل توالي. نيجي بقى بعد كده الاستخدام. بيستخدم ايه؟ نقرا مع بعض. في حماية الدوائر الكهربية التي تحتوي على محركات ثلاثية الأوجه لفصل التيار عن الأوجه الثلاث عند حدوث خطأ. الكلام ده بيفكرنا بإيه؟ الكلام ده بيفكرنا اللي هو عكس المسارات. المسارات كان بيستخدم في إيه؟ محركات أحادية الأوجه. بيستخدم مع إيه؟ محركات أحادية الأوجه أو الدوائر اللي هي بتشتغل على 220 فولت. اما هنا هو دوت بيستخدم على المحركات او الدوائر التي تستخدم 380 فولت. طب السؤال هنا هو ليه المسارات ما بنستخدمهاش مع 380 فولت؟ ماشي. ال 380 فولت عبارة عن 3 اطراف كهرباء، 3 اطراف كهرباء. لو انا حطيت مصر على كل طرف اوكي مفيش مشكلة، هيشغل المحرك ثلاث اوجه. طب لو حصل مشكلة في اي مصهر من الثلاثة دول، معناه ايه؟ ان المحرك ده هيشتغل على طرفين كهرباء بس، في الحالة دوت يتلف المحرك. عشان كده هو في حالة الثلاث اوجه، محركات ثلاث اوجه او الدوائر ثلاث اوجه، لازم نستخدم في القواطع الحماية، ما نستخدمش مسارات. نيجي بقى للتركيب. القواطع دي بتتركب من ايه؟ اول حاجة مفتاح ذو نقطتي تلامس، احدهما ثابته والاخرى متحركه. يبقى انا عندي نقطتين تلامس، واحده ثابته والتانيه بتتحرك. تاني حاجه آلية الفصل اوتوماتيك، هو كده كده بيفصل اوتوماتيك. الآلية بتاعته بقى بتتم عن طريقتين: الاولى آلية الفصل المغناطيسي، التانية آلية الفصل الحراري. آلية الفصل المغناطيسي يبقى اكيد في ملف وبداخله قلب، ويكون القاطع المغناطيسي. يعني النوع ده بتقول عليه ايه؟ هنقول عليه في الحاله ديت القاطع المغناطيسي. عن طريق الفصل المغناطيسي يبقى القاطع هو قاطع مغناطيسي. طب رقم 2 آلية الفصل الحراري، بيبقى عبارة عن ايه؟ سخان وازدواج معدني، وبيكون القاطع هوت قاطع حراري. يبقى انا عن طريق التركيب هوت عرفت ان هوت انا عندي نوعين من القواطع: قاطع مغناطيسي وقاطع حراري. طب ليه سمي بقاطع مغناطيسي؟ عشان جواه ملف وبداخله قلب، هيبقى في مجال مغناطيسي زي ما احنا عارفين، فعشان كده سمي بقاطع الايه؟ المغناطيسي. اما القطع الحراري لان عندي ان هو سخان، يعني عندي ارتفاع درجه حراره وعندي ازدواج ايه؟ معدني، عشان كده سمي بالقطع الايه؟ الحراري. تالت حاجه آلية اعاده التوصيل اليدوي، اللي هو عن طريق زر الاعاده ريست. نظريه العمل هنا هو هتختلف من القاطع الحراري عن القاطع المغناطيسي، فعشان كده هو هندرس دلوقتي القاطعين. هناخد القاطع الحراري ونشوفه شغله ونقول نظريه عمله بالتركيب بتاعه، وهناخد الفرق بينه وبين القاطع المغناطيسي. اول حاجه القاطع الدائري الحراري. قاطع الدائري الحراري هي دي الرسمه بتاعته، هي مش رسمتين طبعا، هي رسمه واحده بس، ان هو في حاله التوصيل العادي او حاله الحمل العادي، وهنا في حاله الحمل الزائد اللي هو في حاله الفصل. نيجي نهوت نبص على الرسمه ونحاول هنرسمها مره واثنين وثلاثه عشان كل الشغل التركيب ونظريه العمل هنجيبهم من على الرسم، مش لازم تتحفظ، هتتفهم، بس الرسمه تترسم اكتر من مره عشان بس تثبت في دماغنا شويه. نيجي نبص دلوقتي ناخد التركيب. عندي نقط تلامس ثابته، عندي رافعه
مثبت عليها نقط تلامس متحركة. عندي ياي، عندي ازدواج معدني، عندي وصلة مرنة بتربط الازدواج بالرفع. كويس جدا، هو دوت التركيب سهل جدا مفيهوش اي حاجة. طيب نيجي بقى ناخد نظرية العمل. نيجي هو تقول لي ايه؟ تبنى نظرية عمل القاطع الحراري على التأثير الحراري للتيار الكهربي إذا مر تيار كهربي أعلى من المسموح به في موصل، فتتولد به طاقة حرارية تتناسب مع مربع شدة التيار. معنى الكلام دوت ايه؟ معنى الكلام هنا هوت عشان الحمل يشتغل فبيمر التيار الكهربي من خلال الازدواج إلى الحمل. كويس جدا. طب لو هنا الحمل بقى أكتر من اللازم، ايه اللي هيحصل؟ التيار هيزيد، ولما التيار هيزيد التيار كده كده بيمر خلال الازدواج يروح للحمل، فلما يمر في الازدواج ان هو التيار عالي بيعمل ايه؟ بيرفع من درجة حرارة الازدواج، ولما درجة حرارة الازدواج بترتفع او يسخن ايه اللي بيحصل له؟ يتقوس. فلما يتقوس ايه اللي هيحصل؟ الياي دي هتقوم سحب الرفعة الاسفل. لما تسحب الرفعة الاسفل ايه اللي هيحصل؟ هيتم فصل نقط التلامس، اي عدم مرور التيار الكهربي للحمل. اي بمعنى الكلام لو الحمل زاد هيتم فصل الايه؟ التيار الكهربي عنه. تم الكلام دوت ازاي؟ نقوله من اول تاني. تبنى نظرية عمل القاطع على التأثير الحراري للتيار الكهربي. بمعنى الحمل هو عشان يوصل له تيار كهربي بيجي التيار الكهربي ويمر عن طريق الازدواج للحمل. كويس اوي. طب لو الحمل هنا زاد، لو الحمل هنا زاد ايه اللي هيحصل؟ الامبير هيزيد او التيار هيزيد، ولما يمر تيار ان هو عالي ايه اللي هيحصل؟ هترتفع درجة حرارة الازدواج، ولما ترتفع درجة حرارة الازدواج هيتقوس، ولما يتقوس ايه اللي هيحصل؟ الياي هيسحب الرفعة الاسفل فيتم فصل نقط الايه؟ التلامس، وبالتالي فصل التيار الكهربي عن الحمل. نقولها تاني. يبقى عند مرور تيار كهربي اعلى من اللازم بترتفع درجة حرارة الازدواج فيتقوس، فتعمل الاياي على السحب الرفعة الاسفل فيتم فصل نقط التلامس. سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة. نوع تاني من القواطع اللي هو القاطع المغناطيسي. الرسمة بتاعته قدامنا، هي طبعا مش رسمتين، هي رسمة واحدة بس ان هو دي في حالة الحمل العادي في حالة التوصيل يعني، وديت في حالة الفصل هو الحمل الزائد. ناخد التركيب مع بعض. بيتركب بين ملف، قلب حديدي، حافظة مفصلية اللي هي ديت، بعد كده عندي نقط تلامس ثابتة، بعد كده عندي رفعة وبيوضع عليها نقط التلامس المتحركة ياي وصلة مرن. عندي ده التركيب. طب نيجي بقى لنظرية العمل. نظرية العمل بتبنى على أساس مرور التيار الكهربي خلال الملف إلى الحمل. يعني بمعنى أن لو مر تيار كهربي أكتر من اللازم في الملف بيتولد مجال مغناطيسي بيتناسب مع التيار، يعني كلما زاد التيار كلما زاد المجال المغناطيسي. طبعا احنا عارفين التيار اللي بيمر في الملف هو نفس التيار اللي بيمر للحمل، يعني لو التيار اللي بيمر في الحمل التيار دوت عالي فالتيار اللي بيمر في الملف عالي، وبالتالي بيتولد مجال مغناطيسي عالي بيتناسب مع شدة التيار. طيب في حالة التشغيل العادي بيمر تيار خلال الملف إلى الحمل فتعمل الدايرة فبيشتغل الجزء اللي أنا حاطه دوت. أما في حالة التشغيل الغير عادي عند زيادة الحمل يزداد التيار، وبمرور التيار العالي دوت في الملف بيتولد مجال مغناطيسي عالي بيعمل على جذب القلب دوت إلى أعلى، فالقلب يعمل على جذب الحافظة إلى أسفل، فلما الحافظة ديت
تسقط إلى أسفل، اللي بيحصل بيعمل أو بيعطي حرية للياي لتسحب الرفع إلى أسفل، فيتم فصل نقطة التلامس، وبالتالي فصل التيار الكهربي عن الإيه؟ الحمل، وفصل الإيه؟ المحرك. مجالات الاستخدام: بيستخدم في حماية الدوائر الكهربية الخاصة بأماكن الإقامة أو الأماكن التجارية والصناعية، بيحميها من إيه؟ من زيادة الحمل أو حدوث كسر. ودوت القاطع المغناطيسي. يبقى احنا خدنا النهاردة القاطع الحراري وخدنا القاطع المغناطيسي. شكرا.